لو لسه ما عملتوش الغدا النهارده فوصفة الكبسة باللحمة دي مع سلطة الدقوس ما تتفوتش، اتفرجوا عليها وجربوها النهارده على الغدا. على شوية من السمنة والزيت نزلت بمكعبات من اللحمة وهشوحها كويس جدا من كل النواحي لحد ما تاخد اللون الذهبي الحلو. بعد كده هنزل عليها ببصل وجزر مفرومين وده اللي عملناهم مع بعض الفيديو اللي فات، وميكس توابل هكتبه لكم بالظبط تحت الفيديو. هشوحهم مع بعض لحد ما اشم ريحه التوابل والجزر والبصل يتبلوا بالشكل ده. اخر حاجه هنزل بنص كوبايه من صلصه الطماطم وميه سخنه بتغلي، وبسيب اللحمه لحد ما تستوي تماما على النار. مجرد ما استوت بنزل بنص كيلو من الرز البسمتي المنقوع مع قرن كده من الفلفل الحامي، ومجرد ما يغلي بهدي النار وبسيب الرز يتشرب على نار هاديه لحد ما يبقى مفلفل وطالع بالشكل التحفه ده. بنجهز سلطه الدقوس ودي هنزل لكم طريقتها بالظبط الفيديو اللي جاي. جربوا الوصفه النهارده على الغدا هتستمتعوا بيها جدا وبس كده.